بين صفحات كتاب تعتق من زمان، وتحت الضوء الشمعة كتهضر بلا كلام، كتخرج حكاية دازت من جيل لجيل، وما كتحكي غير اللي قلبه حاضر وعقله صابر. هاد الحكاية قديمة قد الغابة، تعطات اللي عرف يحفظ السر، وضاعت من اللي خان الأمانة، واليوم رجعت تفتح صفحة صفحة. كان في قديم زمان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كان عمي بوشتا الحطاب يعيش في نوالة مع مراته وجوج بناته، هاني وفرحان وحامد الله على الصحيحة والرزيق. يحطب من الغابة ويبيع العواد ويشري بثمنهم القوت والزاد. واحد النهار ما بقاش لقى العواد ديال الحطب، ودخل وسط الغابة بفاسو وبدا يضرب ويجمع العواد، وهو يوقف عليه واحد العفريت طويل وغليظ. ولكن عمي بوشتا ما خاف ما ترعد، قال ليه الجن: راك صداتيني ومن نعاسي فيقتيني. وهو يقول ليه: واش كتنعس بالنهار؟ جاوبو العفريت وقال ليه: انا تنعس عام وتنفيق عام، ودابها سير في حالك. رد عليه عمي بوشتا وقال: انا حطاب وولادي تيتسناو مني الرزق باش يعيشوا، وانا رزقي هنا لقيتو. وهو يقول له العفريت: هاك هاد الطاجين وفوق ما عريتيه غادي تلقى فيه ما بغيتي وتشهيتي. شكرو عمي بوشتا ورجع فرحان عند مراته وعاود ليها الحكايه وامرها باش تحفظ السر. دازت الايام والجيران شافوا النعمه اللي بانت على الحطاب وحسدوه، وبداو يسولوا بناته حتى عرفوا السر، ودخلوا سرقوا الطويجين وبدلوه بواحد بحالو. وملي جا الحطاب يتعشى حال الطاجين وما لقى فيه والو، وناض الصباح ومشى لشغلو وبدا يضرب فاسو ويفيق العفريت من نعاسو. جاه العفريت مقلق وقال ليه: ياك خنيتك، علاش رجعتي تفيقني تاني؟ قال ليه الحطاب: الطاجين اللي عطيتيني ما بقى فيه والو، وخرجت نخدم على ولادي. جاوبوا العفريت: ما يمكنش، هادوك جيرانك سرقوه بسبب السر اللي ما حفظتوه. دابا هاك هاد القنديل اللي يطيح منه الذهب، والنقرة اللي تشعل ليه الفتيلة، وهاك ما هاد 3 ديال العصي، كل عصا تحطها ورا الباب، كل وحدة ساكنها خادم عفريت يحضيولك القنديل. ولكن وصي موالين الدار للسر يحفظو، وإن شاء الله يعلى مقدارك. شكروا الحطاب ورجع لخيمته فرحان وعاش مهني وحير الجيران. ما هناوه وتجسوا عليه حتى عرفوا السر. ملي دخل السراق يشفر القنديل طاحوا عليه العصي بالدق والتبهديل، ويغوت وهما ينزلوا عليه خبط خبط حتى سخف وطاح، وندم علاش فكر قاع يسرق الحطاب. دازت الايام والشهور والحطاب حامد وشاكر الله. واحد النهار مشى للغابة وبدا ينادي على العفريت، وفيقو وناض يغوت وقال ليه: اش بغيتي ثاني؟ علاش جاي عندي تصدعني؟ بدا عمي بوشتا بالسلام وقال ليه: جيت عندك باش نشكرك ونطلبك تقبل بنتي غنو وزينها في التال، عرفانا مني على الخير فاش غرقتيني. ضحك العفريت وقال ليه: انا ملك الجن، وعندي من الزوجات والمحظيات الالوف من الجن والانس، ولكن ما غاديش نرفض هديتك، وبنتك نزوجها لولدي غنوش وما نلقاش له احسن، لاني احترم فيك التفاني وحب العمل والرضا بالقليل. فرح الحطاب وقال له العفريت: خاصك تعرف بأن احنا الجن عندنا التقاليد ما نغيروها ما نبدلوها. ودابا سير عند أم تغنق وقل لها تغسل لبنتها وتلبسها وتحني ليها وتزينها وتدخلها في بيت بوحدها. فرحوا بالخير وما عرفوش باللي الغابة مازال مخبية السر كبير، السر ديال لالا غنو. القسم الثاني اخطر واجمل. اللي بغى يسمع باقي الحكاية يدير اشتراك ويخلينا نكملوا السهرة مع قصص التراث.